حضرة الضابط اتأخرت ليه؟ ده مستنيك من بدري هنا. انت حاجة القضاء بتاع اخويا؟ أنا عارف ده قضامين ولا مين؟ ممكن ناس مالهاش دعوة بالقضاء اتفضل بره. مفيش حد غريب يا حضرة الوكيل. كورني ودكتور شهودي في القضية، والسلاك بيه طرف فيها. ومأمور الجمرك. إيه ده؟ النسر رجع تاني. بيات شتوي. بيات شتوي اتفضلوا يا ابني. حد فيكم عايز يعترف بحاجة قبل ما نمشي على القضية؟ انا سعادتك. نعم. سعادتك انا حسبي الله ونعم الوكيل. مش ده اتكلم. سعادتك انا بريء. انا ما عملتش حاجه. هم اللي حطوا لي شنطه الفلوس في ايدي وحطوا لي الورق. خلاص يا ابني بطل انت انا وانت فيها دي. بس عملتش انا بريء. يا ربي يا ربي انا عارف ده بلاء وعارف كمان بتختبر ايماني وانا حاسبه يا رب حاسبه. اللهم اجعلني من الصابرين. اللهم اجعلني من الصابرين. والله لما تعمل ايه؟ ده انا مصور صوت وصورة، صوت وصورة يا سلاك، سامعني؟ والله حتى لو مصور سيدي قادر ربنا يخليك. وانت حاجة عاوز تقولها؟ ايوه حضرة الوكيل، انا معترف ان اديت للراجل ده 60,000 جنيه رشوة وانا ظبطتها معاه. ساعتك انا بحضر لك. على ايه؟ 60,000 جنيه؟ لا ده عبيه ولا الراجل ده؟ ايه الراجل ده؟ ساعتك انا مأمون جنيه فقط. عمري في حياتي ما حاطط ايدي في جيب حد. هم اللي كانوا بيدوني انا. ماشي. انت مقعد يا ابني. شغل الشريط. عايز تقول حاجة؟ خلاص شغل الشريط، بس اسمع يا سلاك، اسمع عشان تتصور. استاذ حازم انا جاهز. هاي في بال اوراق. اوراق ايه؟ ده هتقول اوراق ايه؟ اوراق الشحنه بتاعت الملابس. حصير علشان ايه؟ استاذ حازم في حاجه؟ ريحني بس. هو المصحف عايز اريحك. وانا كمان عايز اريحك. عايز الاوراق ليه؟ ايوه وقفوا بقى الحته دي ورجعها تاني عشان تسمع كده سلاك بيه هيبدا حضرة الوكيل. شغالها ايوه. ريحني بس. هو المصحف عايز اريحك. وانا كمان عايز اريحك. عايز الاوراق ليه؟ ايوه اسمعوا بقى يا شباب معلش. حكيم مين؟ اللي ساب التحكيم وموجة بيغني. يا جماعه عمال يتمخطط عندنا ويتقلقط ويقول كلمتك ايه الخطبه وانا ايه ده؟ انت عايز تنام بالعافيه. كان انا مردوش وما لقوش. اللهم لك الحمد. وصلنا يا عم الحياه دي مش بتاعتنا وهزمنا الاعداء. عامل لي فيها سبتين فوتو ده صلاحتي ايه يا فندم؟ انا اذا كنت محترف انا قدام حضرتك اديت للراجل ده 60,000 جنيه رشوه ظبطوها معاه. حصل يا باشا واحنا شهود والله. يعني ايه؟ يعني نص صح ونص تاني غلط. ما اعرفش يا فندم، انا اللي بسال ايه اللي حصل. اسمع لي يا حضرة الضابط، انا عندي تفسير بسيط للموضوع ده. اتفضل يا سلاك بيه. الشريط اكيد مظبوط، مفيش شك في المسألة دي، لكن واضح ان في لحظات معينة موجة الاف ام علقت مع موجة الوايرلس، وبكده يبقى مفيش شريط اصلا والنيابة ما تاخدش بيه. ايوه صحيح. صحيح ايه يا فندم؟ انا قلت لك انا معترف اني اديت للراجل ده رشوه. حصل يا باشا والله. ايه؟ احنا ما عندناش وقت اللعبه يعني بتاعكم ده. دلوقتي حاجه تانية من كده. المواضيع واخده ريال. يا فندم احنا اكتر من لاعب بس هو الشيطان اللي دخل بينا. يا سلام عملتها يا سلاك. طب تظلمني تاني؟ انا قلت لك ان الراجل روحي رياضية، ولو كنت انتصرت عليا كنت قلت لك جود لك. وانا بقى هفجر المفاجاه اللي مش على بال حد. حضرة الوكيل انا بطالب بمشاهده شريط الفيديو اللي اتصور في وجود النيابه. اديله. برهان باكنام اللي جاب. مدام ده كلام بتحضرت قوي. كده برضه يا برهان تديله الفيديو غلط. ما جتش يتمدلنا الاقي قضيه رشوه وكمان يسف ويتكابل ويبيظ لي الفيديو. يا سلام عليك.